السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم في فيديو جديد على قناتي خديجة كيتشن. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض القرص بطريقة سهلة جدا وحلوة جدا ومكونات الى حد ما اقتصادية. ومش هنكلف نفسنا على قد ما نقدر. تمام. شايفين القرص شكلها جميلة ازاي وحلوة ازاي. احنا في الشتاء الولاد كلها بيبقوا من السقعة بيجوعوا كل شوية، احنا الكبار كمان بنجوع. ساعات بنبقى محتاجين اي حاجة ما بين الوجبات، محتاجين نفطر فطار خفيف، محتاجين نتعشى عشاء برضو خفيف، مش عايزين نقف في المطبخ كتير. فمفيش احلى ولا اجمل من ان يبقى القرص عندنا في البيت حلوة جدا وجميلة جدا جدا، والولاد بيحبوها وبتسد الغرض. فيلا بينا نشوف المقادير ونشوف الطريقة عملناها ازاي. اول حاجة عندي 3 معالق كبار من الخميرة. المقادير اللي انا هقولها دي مقادير 2 كيلو دقيق. طبعا نقدر ان احنا نقسم المقدار لو حابين تعملوا كيلو واحد بس. هنا معلقتين من السكر او معلقة واحدة بس كبيرة من السكر على 3 معالق من الخميرة، وعليهم نص كوباية من المية الدافية. وهبدأ ان انا ادوب الخميرة كده كويس في المية، وهسيبها على جنب 10 دقايق تتفاعل. كده انا سبت بقى الخميرة كده تتفاعل. عندي 2 كيلو من الدقيق، هحط عليهم 4 معالق كبار من السكر، وهحط معلقة كبيرة من البيكنج باودر ورشة ملح او كيس بيكنج باودر. تمام. وبعد كده هضيف الخميرة والمية والسكر اللي انا كنت سايباهم يتفاعلوا على جنب. كانت الخميرة بتاعتي تفاعلت وبقت زي الفل. هبدأ بقى اخلط المكونات كده ببعض، واقلب الخميرة والبيكنج باودر ورشة الملح والسكر في الدقيق بالشكل ده. بعد كده هجيب المادة الدهنية، عندي عبارة عن كوباية كبيرة سمنة وكوباية زيت. لو هتعملي مقدار كيلو واحد بس من الدقيق يبقى كوباية سمنة على زيت. تمام. انا هنا 2 كيلو استخدمت كوبايتين كبار سمنة على زيت. تقدري تستخدمي زيت بس اللي يريحك، ممكن تستخدمي طبعا زبدة على زيت، مش هتقول لأ، بالعكس هتديها طعم حلو جدا. بس انا حبيت على قد ما اقدر ان الوصفة تبقى مكوناتها بسيطة. هبدأ اخلط الدقيق بالمادة الدهنية كويس جدا لحد ما الدقيق يشربها ويبقى معايا عامل زي حبيبات الرملة، رمل المبلول كده. تمام. وهنشوف الشكل مع بعض كمان شوية اهوت. اخلط السمنة كويس والزيت مع الدقيق. يبقى عندي 2 كيلو دقيق، عليهم رشة ملح، معلقة كبيرة بيكنج باودر، 4 أو 5 معالق من السكر، كوبايتين كبار سمنة على زيت. وادي الشكل بتاع الدقيق بعد ما شرب المادة الدهنية. هبدأ اضيف كوباية كبيرة من المية الدافية. المية تبقى دافية دفيان، مش سخنة، دافية بس كده في دفيان دمعة العين، علشان الخميرة بتاعتنا ما تموتش وتفضل شغالة كده وتخلي العجين بتاعنا يختمر. هبدأ اعجن واشوف الدقيق بتاعي هيحتاج مية تاني ولا لأ. بالشكل دوت. طبعا العجينة عندي لسه محتاجة سوائل، فهضيف عليها كمان كوباية كاملة من المية الدافية. بس طبعا على حسب نوع الدقيق اللي بتستخدميه ضيفي الكوباية التانية دي شوية شوية. انا هو ضفت نص كوباية الاول، ولقيت العجينة لسه محتاجة معايا كمان شوية، محتاجة معايا كمان سوائل، فضفت بقية نص كوباية اللي فاضل.
طبعا لازم نعجن العجينة بتاعة القرص كويس، لازم نخدمها كويس جدا علشان تطلع معانا قرصة طرية كده وطعمها حلوة ومش مكتومة يعني. بس كده اهوت. لازم نعجنها كويس. انا بقى وقفت الكاميرا وقعدت اعجن فيها حوالي 10 دقايق، وبعد ما عجنتها كويس جدا لحد ما وصلت معايا للشكل اللي احنا شايفينه مع بعض، هبدأ ان انا اكورها كده جوه الطبق وهسيبها تختمر ساعة او ساعتين في الجو اللي احنا فيه. طبعا الجو بارد جدا، فعلى حسب درجة حرارة المكان وعلى حسب ما العجينة هتختمر. يعني انا سبتها ساعتين. اغطيها كده بورق استرتش واغطيها بفوطة واحطها في مكان دافي. لو وصلتي معايا بقى لحد هنا، ياريت تشتركي في القناة وتفعلي زرار الجرس وتحطي لي لايك للفيديو وتعليق حلو، وقولولي حابين اقدم معاكم وصفات ايه الفترة الجاية. كده كانت بعد مرور ساعتين العجينة بتاعتي كانت اختمرت. هبدأ ان انا اعجنها كده واطلع منها الهواء وهنقرصها ونبدأ نشتغل فيها. حجم القرصة احنا اللي بنتحكم فيه على حسب قطعيتنا للعجينة. فلو حابة القرصة كبيرة اقطعي العجينة كبيرة شوية، حباها صغيرة تبقى مثلا في الحجم ده او اقل حاجة بسيطة، حباها تبقى وسط، احنا اللي بنتحكم فيها يعني. تمام. فانا القرصة بتاعتي كانت كنت بقطع العجينة حوالي 50 جرام. لازم نحاول نظبط ايدينا، لو ما عندناش ميزان نحاول نظبط ايدينا بحيث ان القرص كلها تطلع قد بعضها علشان كلهم يستووا في نفس الوقت. كده انا بعد ما قطعت العجينة كورتها كويس في ايدي وفردتها في الصينية بالشكل دوت. ودي طريقة تشكيل القرص السادة. بالشكل ده كده. جربت معاكم كمان واحدة بحيث ان الطريقة تبقى واضحة معاكم. دلوقتي بقى هنشكل مع بعض القرصة اللي بالقرفة والسكر، وهنحط عليها من على الوش سمسم. عندي معلقتين كبار من السكر ومعلقة صغيرة من القرفة او نص معلقة حسب ما بتحبوا القرفة. نقطع العجينة ونفردها كويس كده بين ايدينا بالشكل دوت. وبعد كده هناخد معلقة من الخليط القرفة والسكر وهنحطه كده جوه العجينة ونقفل عليها كويس جدا علشان الحشوة ما تطلعش بره وهي بتستوي او اثناء الاختمار. وبعد كده المفروض ان احنا هنضيفها في المية وبعد كده نحطها في السمسم. بس انا اول واحدة دي ما حطيتهاش في المية، بس طبعا الافضل ان احنا نحطها في المية بحيث ان السمسم يلزق كويس ويثبت كويس في العجين بالشكل دوت. هعمل معاكم كمان واحدة. نفرد العجينة، نحط معلقة من خليط القرفة والسكر وبعد كده نقفلها كويس جدا. وبعد كده هنحطها، هنغطس العجينة كده في المية وبعد كده نغطسها في السمسم ونتك عليها بحيث ان السمسم يثبت على العجين، ونحطها في الصينية ونكمل فرد.
بالشكل ده. وكده انا كنت خلصت الكمية بتاعتي كلها. هسيبها بقى كده على جنب تختمر ساعة ساعتين، برضو على حسب درجة حرارة الجو، اهم حاجة يبقى المكان دافي. وبعد كده دخلتها في فرن سخن جدا. القراص بتحب درجة الحرارة العالية. واول ما تاخد لون من تحت هبدأ ان انا اطلعها واشغل عليها الشواية. ودي شكل القرص بتاعتنا بعد ما خلصت، حلوة جدا وطعمها حلو قوي. واتمنى ان انتوا تجربوها وتقولوا لي رأيكم فيها، ان شاء الله هتعجبكم. شايفين شكلها عامل ازاي من جوه، مفرغة وهشة وجميلة جدا جدا. الف هنا وشفا على قلوبكم ان شاء الله تنول اعجابكم. واتمنى الوصفة تكون خفيفة ولطيفة وتجربوها، ويكون مكوناتها كمان سهلة ومتوفرة في البيت عندكم. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، وبألف هنا وشفا، مع الف سلامة.